في تسجيل صوتي اتسحب من قاع البحر. تسجيل مفيش حد عارف مين اللي عمله، بس الغريب إن الصوت اللي فيه مش صوت إنسان، والأغرب إن آخر جملة فيه كانت هو طالع وهو شايفنا. النهاردة هحكي لكم عن اللي حصل تحت في مكان محدش المفروض يوصله. القصة بدأت مع فريق بحث مصري كان شغال في مهمة سرية في عمق البحر الأحمر. الفريق ده كان تحت قيادة دكتور اسمه سليم العزازي، واحد من أشهر علماء المحيطات. بس اللي ناس كتير ما تعرفوش إن سليم كان مهووس بحاجة معينة. كان دايما يقول إحنا مش لوحدنا في البحر، إحنا بس لسه مش فاهمين اللي عايش فيه. المكان اللي راحوله كان نقطة غامضة. أجهزة الرصد كانت بتلقط منها إشارات غريبة كل يوم في نفس الميعاد، الساعة 2:17 بعد منتصف الليل. إشارات مش شبه أي لغة ولا أي صوت معروف. الفريق نزل بالغواصة نورة 7. في البداية كل حاجة كانت طبيعية، لكن سليم كان متوتر بشكل غريب. كان بيبص في الشاشة وكأنه مستني حاجة. مع دخول الليل الإشارات بدأت تزيد والأجهزة بدأت تسجل صوت مش واضح، لكن فيه نغمة كأنها بتنادي. واحد من الفريق قال: دكتور سليم، لازم نطلع، الإشارة دي مش طبيعية. لكن سليم رد بهدوء مخيف: لا، إحنا أخيراً لقيناه. في الساعة 2:17 بالظبط كل حاجة اتغيرت. الأنوار بدأت تضعف والحرارة نزلت فجأة، والكاميرات سجلت حاجة بتتحرك بره. مش جسم واضح، لكن كتلة ضخمة بتلف حوالين الغواصة. واحد من الفريق بدأ يصرخ: ده كائن، ده كائن! لكن سليم كان مبتسم. الجهاز الصوتي اشتغل فجأة وسجل صوت: انتوا دخلتوا مكاني. الكل اتجمد، لكن سليم همس: لا، احنا رجعنا. اللحظة دي كانت بداية الكابوس الحقيقي. أحد أفراد الفريق فقد أعصابه وقرر يبص من الكاميرا الخارجية، وأول ما بص صرخ صرخة طويلة مليانة رعب. لكن قبل ما التسجيل يقطع الكاميرا جابت لقطة: عين ضخمة جدا بتبص مباشرة، لكن مش في الكاميرا، كانت بتبص على سليم، وسليم كان بيبص لها وكأنه عارفها. وفجأة قال جملة غريبة جدا: اتأخرت ليه؟ في اللحظة دي الصوت رجع تاني، لكن المرة دي كان جاي من جوه الغواصة. واحد من الفريق همس: هو معانا. الأنوار اتحولت لأحمر والأجهزة بدأت تفصل واحد ورا التاني. آخر تسجيل صوتي واضح كان صوت سليم، لكن مش بنفس صوته. كان بيقول: دلوقتي بقينا كاملين. بعدها صوت خبط عنيف وكأن حاجة ضخمة خبطت الغواصة، وبعدين صمت تام. الغواصة نورة 7 اختفت بالكامل، ولا عمرهم لقوا أي أثر ليها ولا حتى جثة واحدة. لكن الغريب إن الإشارات لسه بتظهر في نفس المكان وفي نفس الميعاد. والأغرب إن التسجيلات الجديدة بقى فيها صوت سليم: المكان هنا واسع، تعالوا، إحنا مستنيينكم.